السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة وفيديو جديد من قناتكم امجد كرافت. النهارده يا شباب زي ما شفتوا من العنوان او الصورة المصغرة هنبني علم ليبيا اللي هتشوف لكم صورته على الشاشة هنا اهو. والعلم ده يا شباب بيتكون من نفس المقاسات الاستاندر بتاعت كل الاعلام اللي احنا بنيناها قبل كده. بس قبل ما نبدا حابب اعتذر لكم على القطعة، انا قاطع فعلا بقالي حوالي 10 ايام ودي حاجة مش كان بمزاجي يعني. بس المهم ان انا رجعت دلوقتي وهنبدا نرجع نعمل فيديوهات تاني احسن من الاول. قبل ما نبدا مش تنسوا تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس ويلا بينا. تمام يا شباب، احنا اول حاجه هنبني الفريم اللي احنا متعودين عليه بالمقاسات الستاندرد اللي احنا حافظينها في الفيديوهات اللي فاتت بتاعت كل الاعلام اللي فاتت، واللي هي بتبقى 18 في العرض و26 في الطول. واول حاجه هنبنيها طبعا من البلاك كونكريت يا شباب، ونرجع لكم لما نخلص بنا. تمام يا شباب، وادي كده بعد ما خلصنا وبقى معانا الفريم بالشكل ده. ودي البلوكات اللي احنا هنستخدمها، الريد كونكريت والبلاك كونكريت والجرين كونكريت وكمان الوايت كونكريت. اول حاجه هنعمل 6 بلوكات من الريد كونكريت و6 زيهم من البلاك كونكريت اهو يا شباب. 4 5 6. والجرين كونكريت نفس النظام. وهنرجع يا شباب بعد كده هنملى الفراغات كلها، يعني هنملاها كلها بقى بالخطوط زي ما هتشوفوا في الفيديو. تابعوا الفيديو للنهاية، خليكم معانا. وبس كده يا شباب، بعد ما خلصنا العلم بقى معانا بالشكل ده بالظبط. اول حاجة احنا هندخل البلوكات اللي احنا مش عايزينها، هندخلها عشان يبقى عندنا مساحة تحت، مش عارف ليه بس هندخلها وخلاص. ايوه اهو، هندخل الجرين والبلاك وهندخل الريد. الحاجة الوحيدة اللي احنا هنستخدمها هو الوايت كونكريت عشان نعمل الهلال وجنب منه النجمة. هو العلم 26 بلوكاية، يعني قول مثلا الشكل ده هيكلفنا بتاع 6 بلوكات، يعني نعمل 10 بلوكات من هنا و10 بلوكات من هنا عشان تقريبا نوسطن الرسمة بالظبط، عشان مش تبقى رامية يمين او رامية شمال، عشان تبقى في النص تقريبا. هنعملها بالوايت كونكريت يا شباب زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام يا شباب، وادي كده بعد ما خلصنا ال10 بلوكات على كل جنب، هنيجي هنا اهو وهنعمل من عند البلوكاية دي مثلا اللي هي بتبقى قصاد البلوكاية رقم 10. هنعمل 2 بلوكايتين، بعد كده بلوكاية، بعد كده بلوكايتين باتجاه المعاكس عمودي يعني، بعد كده هنعمل بلوكاية وبلوكايتين، بعد كده هنعمل النجمة يا شباب. كده عملنا الهلال، بيتهيألي شكله جميل جدا ومظبوط. هنعمل النجمة، انا كان في بالي في تصميم للنجمة اللي احنا استخدمناه في علم سوريا، اللي هسيب لكم الاي بتاعته فوق هنا، بس ما نفعتش، يعني مش كانت احسن حاجة. فهنستخدم نجمة بشكل تاني بالشكل ده كده، شكلها كده بتهيألي احسن. هنعمل ايه بقى يا شباب؟ هنشيل البلوكات دي ونحفر تحتها، بس طبعا هنشيل العلامة اللي هو ال10 بلوكات دول مش ليهم لازمة اصلا. وبعد كده هنشيل البلوكات البيضة دي ونحفر تحتها ونبيت البلوكات في الرسمة نفسها، في المجسم نفسه، عشان مش تبقى بارزة زي ما بنعمل في كل الأعلام زي ما هتشوفوا كده يا شباب. هنشيل وهنحط مكانهم وايت كونكريت. بس كده يا شباب، وبكده يبقى خلصنا علم ليبيا. اتمنى لو الفيديو عجبكم مش تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم امجد من قناتكم امجد كرافت. ولو في اي حد نفسه ان انا اعمل علم بلده في الفيديو الجاي بس تكتبي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات، واكيد هعمل له علم بلاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.